كرة اللعبة توصل لحسن اليامي وملعوبة سامي الجابر مثل ما خطط كابتن بالفعل الجهة اليسرى فاضية وسامي الجابر بيسدد هدف وبيسجل هدف سامي الجابر في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول من المباراة. كرة ملعوبة شوف الإعادة وسامي الجابر في مرمى نواف الخالدي. شوف الإعادة وهذا ناصر الجوهر مدرب المنتخب السعودي الحقيقة والكرة ملعوبة ولعب المنتخب السعودي على الجهة اليمنى. وشوف الإعادة شوف لما لعبت على طول من الحسن اليامي. شوف سامي الجابر طبعا كابتن وخبير على طول سددها وسجل الهدف الأولاني في مرمى المنتخب الكويتي. وهذه عادة للكرة. وجود الثغرة في الجهة اليسرى للمنتخب الكويتي إذا استمر المنتخب السعودي على التركيز عليها أنا أعتقد أنه ممكن يوصل اللاعب سامي الجابر وعرف كيف يتعامل مع جهة اليسار ناحية حسين الخضري ومحمد عيسى وكانت التغطية الدفاعية في الجهة اليسرى أيضا فاضية وبالتالي استطاع سامي الجابر. المرة الأولانية كان حسن اليامي لم يستطع تسجيل وعدت من القائم ثم سامي الجابر خبرته وذكائه بالفعل وضع كرة داخل المرمى في مرمى المنتخب الكويتي. واحد منتخب السعودي لسامي الجابر في الدقيقة 15 من زمن الشوط